عندك عيش فينو مش بتستخدميه او نشف او ده لسه ما نشفش قوي، نشف او ما نشفش، هنعمل بيه ايه؟ تعالى اقولك بقى هنعمل بيه ايه. هقطعه بالشكل ده، وهنعمل سخنت فرني على اعلى درجة، تمام. وبعد كده هدخله في الفرن يتحمص. مفيش حاجة بتترمي عشان حرام وعشان الدنيا بقت غالية جدا، فلازم اي حاجة نحاول نستفيد منها لأقصى درجة، تمام. انا قطعت كده الفينو بالشكل ده وسخنت الفرن وهحط فيه لحد ما الاقيه اتحمص خالص، وبعد كده نشوف هنعمل بيه ايه. كده الفينو بعد ما حمصته في الفرن هبتدي بقى نجيب دقيق هون، وهبتدي ان انا اهرسه كده، احاول افرفته شويه يعني، وبعد كده هقوم ضرباه في الخلاط كله على بعضه كده عشان اتاكد ان هو بقى خلاص كله كله اتحمص. فرفت الفينو على قد ما اقدر، ودلوقتي بقى حطيته في الخلاط هديله ضربه كده بالخلاط لحد ما يبقى باودر معايا. بصوا بقى النتيجه، شويه فينو احنا ما كناش عايزين نستخدمهم وخلاص زهقنا منه مش عايزين ناكله ونشف، حمصته وضربته في الخلاط طحنته. بصوا الحلاوه. ده بقى ينفع في ينفع في عايزه تحمري بانيه، عايزه تحمري بفتيك. بص الجمال، حاجه كده تحفه. طبعا الكيلو منه دلوقتي البقسماط المطحون دوت ب 30 جنيه، انت عملتي شويه في البيت اهو باقل الامكانيات برغيفين فينو بايتين، جميل جدا. بتمنى ان انتوا تجربوه. دلوقتي بقى هحطه في كيس لحد ما اجي استخدمه. بصوا عملت كيس بقسماط، احطه بقى في التلاجة، احطه في المطبخ لحد ما اجي استخدمه. متنسوش تعملوا اللايك والسبسكرايب.